الحنان والرحمة وجبر الخاطر صفة الصالحين، بل صفة الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة مليكة جدة سيدنا أنس، جدة الخادم اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. سيدنا النبي عارف وفاهم طبايع البشر، هي بتعزمه لأن هي نفسها الأول النبي يأكل من إيديها، ونفسها النبي يجي عندها في البيت يصلي، فتحط رأسها مكان موضع رأس النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطعام، وبعد ما خلص من غير ما حد يطلب منه قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت، سيدنا أنس بيقول، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. كان عندنا حتة قماشة كده ساعات بنلبسها، ساعات بنصلي عليها، اسودت من كتر الاستعمال، واضح ان هم ناس بسطاء جدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فوقفت بجواره والعجوز من ورائنا. عمل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عارفه، اللي يجبر خاطر الست رغم ان هي ممكن تكون اتكسفت تطلب: عايش ممكن تصلي لنا يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الحنان والرحمة وجبر الخاطر صفة الصالحين، بل صفة الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة مليكة جدة سيدنا أنس، جدة الخادم اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. سيدنا النبي عارف وفاهم طبايع البشر، هي بتعزمه لأن هي نفسها الأول النبي يأكل من إيديها، ونفسها النبي يجي عندها في البيت يصلي، فتحط رأسها مكان موضع رأس النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطعام، وبعد ما خلص من غير ما حد يطلب منه قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت، سيدنا أنس بيقول، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. كان عندنا حتة قماشة كده ساعات بنلبسها، ساعات بنصلي عليها، اسودت من كتر الاستعمال، واضح ان هم ناس بسطاء جدا. فقام